كان قلبي يخفق بشدة عند دخول البيت، وكنت أعلم بأن هناك شيء سيحدث. وعند طوافي في بيت الله الحرام كانت الزوجة تصف لي، آه، طلبت منها أن تصف لي حال الكعبة، وكيف هي الكعبة وكيف هو بيت الله الحرام. قلت للزوجة بأن تخبرني عند وصولي إلى الحجر الأسود، أن تخبرني حتى أرفع يدي وأكبر. فعند رفعي ليدي عند الحجر الأسود وأنا مكبر، فإذا بي أرى الحجر الأسود وأرى الكعبة، ولله الحمد. كانت لحظات مؤثرة جدا. بعد تقريبا 3 أشهر وأنت فاقد للبصر في آخر المطاف يرجع لك البصر، وأين في مكان مقدس مثل بيت الله الحرام، هذا ليس بالأمر الهين، حتى تبدأ تعلم بأن هناك علاقة ولله الحمد طيبة بينك وبين ربك. الطبيبة التي كانت تتابعني في آخر مرة لما التقيت بها قالت بأن بصري يمكن أن يرجع على الأقل في مدة قدرت بعام. فلما ذهبت إلى البيت ورد إلي البصر في ثواني قليلة ليست بعام، فعلمت بأن الله سبحانه وتعالى له قدرة لا يقدر عليها أحد إلا هو. لم أكن أتوقع بذلك الاستقبال، ولم أكن أتوقع أن لي محبة عند الناس تصل إلى ذلك الحد.